الفيربس واللي اسئلتها هتلاقوها في اللينك تحت. يلا بينا نشوف مع بعض. خلي بالكم من اللي هقوله دوت جدا جدا. اسم القاعده، احنا ممكن يسالنا في اسم القاعده كاسكيلتي، النسيتي والاوبليجيشن. النسيتي يعني الضروره، والاوبليجيشن يعني الالزاميه. لما نيجي بنستخدم في الالزاميه او الضروره بنستخدم حاجه اسمها must. must معناها ينبغي او يجب ان، ينبغي. خلاص. طب اللي بيساويها has to، ايه كمان مع الاي واليو والبي والدي have to. ايه بقى اللي بيساووه ده اللي بيجي لنا في الامتحان يا جماعه؟ قال لك لو جالك ام واس وار وجا بعدها supposed to، لو جالك ام واس وار وجا بعدها meant to، لو جالك ام واس وار وجا بعدها to، وده يبقى معناها من المفترض ان، من المفروض ان، كان يقول لك بالظبط يجب ان، ينبغي ان. خلاص؟ ما تنسوش is to are to و am is و are تمام وبعدها supposed او to او meant to بتساوي must، بتساوي must. كمان ممكن اقول لك ينبغي او حاجه ضروره اسمها it's a must. ليه حطينا هنا ان؟ قال لك لان الماست هنا ما تبقاش هنا verb، ما تبقاش معناها ينبغي، امال معناها ايه؟ معناها ضروره، معناها ضروره، انها ضروره، حاجه ضروريه، يبقى ده اسم. ليه؟ لان في هنا قبل. شوف الحته دي كان بقول لك خلي بالك، عندكم اكبر اللي بتقول لك اتس الصفه تو المصدر. اذا لما اقول لك اتس ولا نقط هنا اختاروا نيسيسيتي ولا نيسيسري؟ لا، هنا صفه. خلي بالكم الصفات اللي بتنتهي بالواي، الاسماء بتنتهي بالتي واي، يعني ده اسم ده صفه. ما عندي اتس وعندي تو يبقى اخد الصفه، يبقى الاجابه هتبقى مش طبعا نيسيسيتي، هتبقى نيسيسري. خلي بالكم عشان ده بيجي في السؤال الاختبارات الاسترشادية. It's necessary to، it's الصفة to ومعناها لازم. طيب الماضي بتاع المصري ايه؟ المصري الماضي بتاعها هي had to. طب وام واس وار supposed to mean to ولا جاب بعدهم to، هنغير كل ده نخليه was او were، was او were. يبقى الماضي بتاعها ممكن تبقى was supposed to، were meant to. او الماضي بتاع it's a must انها حاجة ضرورية أو من الضرورة، كان من الضرورة فيبقى اسمها it was، متشتي هنا it was a must، it was a must، يعني ده الماضي بتاعها. شايفين المضارع، شايفين الماضي. ودي بتيجي للضرورة. طب عكس الضرورة حاجة مش ضرورية، أنا كل الكلام ده كله نفيه بإيه؟ بدونت، doesn't، didn't في الماضي، وهاف تو أو المصدر have to. الله، أمال mustn't دي بتاعت إيه؟ قال لك لا، mustn't دي مش معناها لا ينبغي، العكس بتاعها دي ليها معنى تاني خالص، معناها حرام أو ممنوع. أول المصري ممنوع إنك تدخل هنا، ممنوع تركن هنا. You mustn't park here. فلما اشوف ايه حكايه mustn't دي، قال لك mustn't دي معناها بتيجي حاجه اسمها prohibition، يعني prohibition حاطه هنا اهي زي necessity، يعني ده اسم، ده ممنوع، معناه المنع، ممنوع. فبستخدم في الحاله دي كلمه اسمها mustn't او ما يساويها اسمها it's والصفات. it's banned، it's forbidden، it's against the law، عكس القانون. او لو استخدمت allowed، مش allowed you are not allowed to، ليس مسموح لك، ليس allowed بتاخد you، banned و forbidden و against the law بتاخد it's، بتاخد ايه؟ it's. مصدر كل الكلام ده هنا طبعا بيجي بعده هنا المصدر. خلاص؟ وهكذا هنا it's banded طبعا فور وكده، وهنا to والمصدر. طب تعالوا نشوف بقى المثال ده. You had to go to the school on Friday. هو احنا لا هنا او المفروض اقول له حرام او ممنوع اللي هي mustn't، ولا اقول له don't have، لا يلزم، مش لازم تروح الايه، لان دي هنا ليست ضروريه. وفي حاله ليست في حاجه غير ضروريه انا باخد don't وهاف والتصريف التاني. لكن دي معناها ايه؟ معناها منع، prohibition، بمنعك تماما. لا مش ممنوع، مش ممنوع نروح، هي مش ضروري نروح، يبقى don't have to. طيب نرجع للكلام جميل. تعالى لما نشوف احنا استخدمنا must، تمام، واستخدمنا mustn't، استخدمناها في الضروره وفي الاوبليجيشن، واستخدمناها في البروهيبشن، المنع اللي هي mustn't. طب ينفع must تيجي كمان حاجه اسمها deduction، يعني في الاستنتاج، وده درس مهم جدا هيجي لنا برضه في اسئله في الامتحان. قال لك must ليها معنى تاني، معناها اكيد. لما اجي استنتج والله انا شفت حاجه بعينيا، عندي دليل مرئي او عندي دليل سمعي، سمعت حاجه، شفت حاجه بعينيا، هي must come،
he must come. هو أكيد جاي. ليه أكيد جاي؟ لأن أنا متأكدة. طب والله هو أكيد هنا عشان الكاميرا موجود، يبقى هقول he must be here. طب ليه حطيت be؟ ما هو مصدر لأن بعدها اسم. فلو كان عندك صفة أو صفات أنت بتحط هنا must المصدر أو must be والاسم أو الصفة. ده المضارع. ده لما تكون متأكد بنسبة 100% 100% اللي أنت شايف بعينيك وسامع أو عندك دليل مرئي أو مسموع. طب في حالة بقى إن أنت متأكد 100% في المضارع بس إن هو مش جاي، هو مش باين في الكاميرا، يبقى أكيد هو مش موجود. يبقى في الحالة دي أنا متأكدة إن استحالة يكون موجود لأنه أنا شايفة بعيني في الكاميرا مفيش حاجة. يبقى إذا لو متأكد بنسبة عدم أو استحالة الشيء حط كانت والمضارع. يبقى he can't be here. can't be here يعني استحالة يكون هنا، استحالة يكون هنا. أو can come استحالة يكون ده، استحالة يكون ده. دي أو دي. طيب لو أنا بقى الاحتمال بتاعي مثلا اخد من فوق النص لغايه اكتر شويه، يعني اقول ممكن اللي هي كنت برضه بعدها المصدر والله هي كود كم احتمال يكون جه، يبقى هنا كأن كلمه احتمال يكون جه اسمها كود كم او كود بير. لا دي لا دي. طيب لو في حاله بقى الاحتمال ضعيف، والله انا شايفه الكاميرا وانا بضرب كده تخمين واي حاجه وخلاص بهبت مش متاكده قوي، الاحتمال عندك ضعيف خالص من 40 اللي تحت خالص 10. في الحالة دي باخد may، يبقى may come أو may would may be here. طب إيه بقى الكلام ده كله اللي قلنا دوت؟ مصدر والمصدر كان والمصدر خد والمصدر may والمصدر في الاستنتاج. أكيد، استحالة، احتمال، ممكن، يعني ربما. قال لك ده في المضارع، لكن لما يجي تحول الماضي المصدر تبقى must have والتصريف التالت. ودي بحاجة كمان بستنتج حاجة حصلت امبارح، يعني امبارح لو متأكدة إن هو جه هقول he must have came، أو هو لو متأكدة إن هو امبارح أكل أكلة معينة فهي must have eaten. طيب لو أنا بقول استحالة متأكدة بعدم الحاجة يبقى كانت have التصريف التاني. لو بقول نسبة ممكن يكون حاجة حصلت لأن الاحتمال عندي في المتوسط مش متأكدة مثلا 100% يبقى could have التصريف التاني. طب لو أنا مفيش خالص يعني كأني بقول لك I'm not sure، يعني شفت كلمة I'm not sure يا جماعة بالذات حتة مية دي هقولها عشان كانت في الامتحان I'm not sure مش متأكد، لا يبقى ده بيحمل، يبقى might have في الماضي أو might في المضارع يبقى might have التصريف ده. والله مش متأكدة هي ممكن تيجي الحفلة ولا لا. I'm not sure she might have attended the party. معرفش مش متأكدة، أنا بقول كده خالص. فاحتمال بالنسبة لك ضعيفة جدا. ولكن قال لك زي ما عندك must have و can't have و could have و might have، عندك حاجة اسمها should have و would have و could have زيهم بالظبط. مجموعة اسمها مجموعة عكس الواقع. يعني ايه عكس الواقع؟ يعني المفروض أقول لك إنه كان المفروض يحصل إنك تذاكر بس أنت ما ذاكرتش. كان ممكن أقول بس أنا ما قلتش. كنت أقدر أعمل بس ما عملتش. دي معناها إن أنا كان المفروض يحصل اللي بعد الفيرب ده كان يحصل بس ما حصلش. فدي بستخدمهم ازاي؟ اللي هو عباره عن شرب دي شود هاف التصريف التاني. دي في حاله انا ندمان، حد بتقطم حد بقول له انت كان المفروض تعمل كذا. ورف معناها كان هتعمل الحاجه دي بس ما عملتهاش، يعني كنت سوف تعملها ما عملتهاش. كرف كان ممكن اقدر اعملها بس ما عملتهاش. اذا في الحاله دي بصوا الحته دي اللي بيجي هنا ده في التصريف التاني هو لو كاتب لك، يعني قلت لك مثلا شود هاف eaten كان لازم تاكل you should have eaten، لا هو كده اكل ولا ما اكلش؟ لا لم ياكل. طب لو جبتها منفيه you shouldn't have اهي eaten ما كانش لازم ياكل، يبقى eaten ده حصل ولا ما حصل؟ لا حصل، لان انا قلت لك shouldn't have العكس. فدي اسمها مجموعه عكس الواقع. بس خلي بالك should have و shouldn't have بتيجي في حاله الندى والتقطيع بقطم فيك. طب تعالوا نشوف كمان would وكود والحاجات دي بتيجي بايه كمان؟ قال لك خلي بالك ان would ساعات بيساوي used to اللي معناها كنت متعود زمان، عاده في الماضي وبطلتها. بس would ما بيجيش بعدها غير نوع معين من الافعال اللي فيها الحركه action verb. يعني ما ينفعش اقول، ممكن اقول used to play كنت متعود العب، used to be naughty و shy كنت متعوده ان اكون خجوله او shy. لكن مع would لو هتحل محل كنت يبقى حركه بس، يبقى would play when I was a baby أو little or 5 years old. يبقى في الحالة دي would بتحب الحركة بتيجي مع أفعال الحركة وبيبقى ليها معنى تاني، معناه
كان متعود وبطل. يود كمان ليها معنى تاني لو جت في السؤال في الاحترام زي كنت برضه. لو ود وكنت جت في اول السؤال يبقى ده ريكوست مطلوبات. خلي بالك الود بتيجي في السجشن الاقتراح. ممكن اقترح على حضرتك you could، انت لوحدك اللي تعمل حاجه. you could have salad، ممكن تاخد سلطه، بقترح عليك. يبقى استخدمت كمان في could you could في الاقتراح، could وود في السؤال، استخدمت كمان request، واستخدمت would بتساوي used to لما اتكلم على old habits and I stopped it وقفتها. تمام كده يبقى احنا خلصنا أهم جزء موجود في الأسئلة الاسترشادية والأسئلة هتلاقوها تحت. باي باي.